شمسي ولا قمري، ما عدت عمري ولا شمسي ولا قمري، ومرق الحب الليل تشبه خيط بإبري، خيط بإبري. كان قلبي هو مطرحك، قلبك تركني وراح، هلأ ما بدي المحيط، مش ناقص بعد جراح. كان قلبي هو مطرحك، قلبك تركني وراح، هلأ ما بدي المحيط، مش ناقص بعد جراح. دمعة حلو ما في ملح، يعني دمعة تمساح، ما أثر فيكي جرح ولا ندمت عاللي راح. دمعك حلو ما في ملح، يعني دمعة تمساح، ما أثر فيكي جرح ولا ندمت عاللي راح. يعني قد ايه تجربه بتكون مرسخه وقت الواحد يعمل اول عمل واول كليب له، كانت صعبه يعني، كان الخيار صعب، حسيت حالك بموقف انه بدك تعمل الشيء الصح من الاول؟ انا هلا عم بحضر حسن عم بحضر لاول مره، يعني حاسس حالي فرحت اول مره. يعني دائما اول عمل بحياتك بيكون له طعم خاص. صحيح. هلا اول كليب كان بحياتي، اول اغنيه كانت الي، فإلها هيك ذكريات كثير حلوه يعني. عندها رونق خاص بشغلك. زكي اليوم يعني انت على مفترق طرق، اول شيء كثار بدهم يعرفوا انت اليوم رح تكون بانتاج تحت رعايه شركه معينه، يعني كثير عم ينسال هذا السؤال وكثير بعده الجواب مبهم. هلا يعني اليوم ما بعد حكي. مولا برودكشن، انت اليوم انفصلت عنهم وبعدكم على علاقه أكيد طيبه. اكيد علاقه طيبه واخويه ومحبه، بس يعني شيء صار ضمن الشغل، يعني انفصلنا حبيا، شيء خلافات يعني ضمن الشغل يعني. نعم. ما خص علاقه شخصيه ابدا. طبعا. كل واحد يعني شاف طريق مناسب وخلصت يعني، مش انه طيب والانتاج الفني لزكي شريف كيف رح يكمل؟ في رعايه من شركه هلا حكى انتاج؟ انه انا مضيت مع شركه، بس لا ما في حكي، ما في من الموضوع، انا ما مضيت مع حدا بعد لحد هلا، بس في حكي مع في موضوع شركه الانتاج وهالكلام يعني بس في بوادر شركه انتاج في تتبنى زكي شريف، بس هالشيء يعني بس بدنا نعلن، حينعلن بشكل رسمي اكيد مش حنخبي الموضوع، بس بيكون في بس لحد هلا قريبا يعني بالوقت القريب او ان شاء الله قريبا او على السنه الجديده. الشيء بيرجع للوقت للاتفاق مش اكثر يعني، بس ان شاء الله قريبا ان شاء الله. بس وقت اللي بيصير هيك شيء بشكل فعلي انا حاعلن، مش حخبي الموضوع يعني، بس اطلع اشاعات وانا مضيت وانا ما اعلن هالشيء، ليش بدي اخبي هيك شيء يعني، بس يكون في هيك شيء حينعلن بشكل رسمي اكيد. اليوم زكي اي اغنيه هيك قريبه اكثر لك يعني، بين الاغنيه اللبنانيه الاغنيه المصريه اللي عندها انتشار كثير كبير، وهلا الفانز كمان عم بيطالبوا على تويتر انه وين زكي من الاغنيه الخليجيه؟ يعني بعرف انت اللغه العربيه كلها محببه على قلبك أكيد. وكل البلدان، وهون خليني اذكر كمان ووجه تحيه للفانز بليبيا، بمصر، بالسعوديه عم بيتابعونا. ما تنسى حدا قبل ما بدي انسى حدا يعني واهم يعني اكيد ما بدي انسى العائله الزكويه بلبنان هون كمان يلي عم بيتابعونا. اليوم انت اي اغنيه هيك بتحس بدك تثبت حالك فيها قبل ما تنطلق لباقي الاغاني واللهجات العربيه؟ هلا اكيد بدك تثبت حالك باللهجه اللبنانيه، اكيد ان كانت كوني لبناني. نعم. بثبت حالي باللهجه اللبنانيه، واكيد اللون المصري كثير بحبه، اللون الخليجي كثير بحبه. نحن اللبنانيين معروفين بنقدر نجيب كل اللهجات يعني، بنحس بسهوله بالموضوع يعني. فنحن معودين على الطرب الاصيل، الطرب الخليجي، المصري، اللبناني، ما عندنا مشكله باللهجه. فانا بس مثبت حالنا باللهجه اللبنانيه اول شيء، بعدين ما عندي مشكله غني اي لهجه معينه، ما عندي مشكله غني يعني، ان شاء الله غني كل اللهجات، ما عندي مشكله بالعكس. عم يطلبوا انك تغني خليجي على تويتر، شو فينا هيك نسمع شيء مقطع او خليجي؟ نقول شيء لعم ابعادك انتم ولا قريبين، المراد انكم دايم سالمين. ابعادك انتم ولا قريبين،
كل مرادي انكم دايم دايم سالمين. ليلة 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 يا ليلة 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 يا ليلة. مش هطول عليك عشان يعني بالعكس بدنا نفتح مجال لحتى يسمعوا صوتك اكثر شيء ممكن، لانه عم بيطالبوا مشتاقين لصوتك. يعني ما في خبرك شو عم بيصير على السوشيال ميديا. هلا انا فعلاً. معود عليهم، فخليك تحمل عني شوي انت. اخذ عنك الحمل هلا. زكي هلا في تحضير لاغنيه، يعني خبرني شو المخطط هلا لهيك انك تطرح اغنيه، في عم تسمع عدد معين من الاغنيات، عينك على ستيل معين؟ هلا انا خبرني شوي. كان عندي تحضير، كان الاغنيتين مع مولا برودكشن، هودي كانوا قبل الانفصال. نعم. هلا لا، عم حمدور على شيء جديد ارجع كمان ان شاء الله. عم بسمع اكثر من شيء، بس الاختيار عم يكون شوي صعب. يعني انا عم لا، دور اي على اتجاه شيء بدك تروح؟ هلا انا عم دور على الكلمه الحلوه، اللحن الحلو، مش بغض النظر عن ما بيهمني اللهجه او اللهجه او الهويه. بيهمني اسمع شيء مميز، كلمه ولحن اكيد باخده. بس بعد كيف قدرتي ولحرق الدنيا، اكيد في عندك مسؤوليه تختار الاغنيه الثالثه شو هي بنفس المستوى او احسن. اكيد صحيح طبعا، مش حنرجع لورا. فالمشكله اختيار، لازم هو اصعب شيء الاختيار. بس عندي عم دقق شو على الاختيار. عم نشوف على البلازما، عم نشارك مع المشاهدين هيك مقتطفات كمان من ستار اكاديمي، وقت غنيتي الى جانب ملحم زين النجم ملحم زين. هيك شو عندك، شو الذكريات؟ يعني هيك شيء طريف كثير مهضوم صار معك، يمكن مش كل الناس بتعرفه بخلال فتره الاكاديميه، شيء نهفه ما طلعت على الهواء، وهيك شيء ضحكك؟ في كثير اشياء لا بتصير لما تطلع على الهواء، بس احلى شيء كان بالستار اكاديمي بتحملوا الذكريات، يعني الذكريات الحلوه بينك وبين اصحابك، الكواليس بينك وبين اصحابك. حتى لما غنيت انا واستاذ ملحم زين، حبيت روح وقت عم يحكيني قبل ما نطلع على الهواء، عم يحكيني كان ركز هون امشي صح هون. نعم. ركز على الايقاع هون، عم مهتم فيه اكثر ما مهتم هو بطلته كان على المسرح. فحبيت روحه كثير حلو على المسرح، قديش يعطيك مجال انت عم تغني. فهو عن جد ريس بروحه وبقلبه وبفنه، فبوجه له تحيه كثير كبيره. اكيد. اذا هيك بدنا نوجه تحيه ختاميه، ان كان لنجم ملحم زين او للاشخاص اللي عم بيتابعونا. بدنا نسمع كمان بعد هيك مقتطف صغير من اغنيه قبل ما نختم. بدي اوصل لك سلام لانه من الكل، يعني ليان وهبي، مايا صلاح، نويليتا، ياسو محمد، مها، فيصل الجهاني، اقبال كمان مره جديده، عاشقه الحلوين يعني كلهم نيك نيمز، زكي شريف فانز، بكا، سولي، زينب ندى. بعتذر اذا ما عم بقدر اقرا الكل، بس لانه عن جد يقولوا ماي يعني للوقت ما بيسمح لنا. اغنيه نهديهم اياها. لا نحكي على استاذ ملحم زين، نقول الاغنيه اللي غنيتها معه بالبرايم. عايش فيه وعبالي وعنك كل الحكي، ومنك دمع الليالي صرت بحب البكي. عايش فيه وعبالي وعنك كل الحكي، ومنك دمع الليالي صرت بحب البكي. حبيبي ما بعرف ليش بحبك، شو سر حبيبي حبك، جرحني ولقسوة قلبك. أنا مشتاق وبعرف حالي إني لعيونك أنا عم غني. ما تبعد للحظة عني، أنا قلبي بيشتاق. اشتاق لك، ما تغيب عن المشاهدين وعنا كثير، على امل انه ترجع بالعمل يلي رح تختاره قريبا جدا. انا بتمنى لك كل التوفيق، رح نتابع اخبارك بصباح لبنان اول باول، رح نكون عم نعلن عن جديدك يلي رح يصدر. وشكرا لوجودك معنا بهالحلقه الخاصه، الحلقه 100 من صبحيتنا. شكرا على هالحلقه المميزه، انتم تعطونا هيك حلقه مميزه، وان شاء الله بتكون الحلقه الألف مش ال100 يا رب، والنجاح الدائم يا رب. شكرا، والنجاح لك كمان. شكرا لك النجم اللبناني العربي زكي شريف. الله يخليك، شكرا.
مشاهدينا أكيد صباح لبنان بتابع الحلقة 100 الاحتفالية بعمرنا 100 حلقة على الهواء بتابع. رح ننتقل على المطبخ عند مايا نحول لنشوف شو محضرة، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. طيب فريدي بما عم انه ناكل كل شيء بس عم بعمل شو اخف زكي بده اكل يطمن، اكثر. زكي بده يطمن كم كالوري في يا جماعه يا جماعه لك هيدا منه لايت كثير، هيدا فيه شوي اكثر زبده هيك، بس انه كل انبسط. اليوم عم نحتفل نحن فما رح نحكي كالوريز. ما بنفكر بالكالوريز. يلا خلونا نقص الجاتو. زكي شو معقول نغني؟ شو بدنا نغني نحن على قص الجاتو؟ هابي بيرثداي لصباح لبنان. يلا يلا نجيب البلد. يلا نجيب هابي بيرثداي صباح لبنان. لا زكي بده يغني. يلا بس نرجع نحكي لانه بدنا نوصل أنا كنت كورال. كل عم يشتغلوا معنا تحت الهواء كمان، يلا. من كاميرا منية، من تصوير خارجي، من كل العالم كمان بيشتغلوا أكيد، كل العالم. بين ريبورتاجات بين اعداد بين الكل. يلا خلينا نقص الجاتو شباب. يلا صبايا تفضل. يلا كلنا أربع. يلا تفضل زكي سمعنا. لا يبلش زكي من قص أربع. شو المذيعين يلا جو. لحظة لا يبلش يغني ما في كلها سوا. هابي بيرثداي صباح لبنان. زكي سمعنا شيء. طيب عبال الحلقه الالف. مشاهدينا انا رح اترككم تشوفوا الجاتو اكثر. هل عيونك سود عيونك سود والحاجب شدرها شعرك اسود ومنديلك شادرهم. العيونك سود والحاجب لك شدرهم شعرك اسود ومنديلك شادرهم. لك ويل النحل لو مص من ريقك لك النحل لو مص من ريقك شدرهم جمع مونة سن وعافي العشاء. ان شاء الله الف مبروك. زكي شريف شكرا لوجودك معنا بالحلقة 100. لا إلي هيدا. لا بس انا نحول كمان اجباري. خلص نسيت شو بدي اعمل. لا طيب نحن هلا ما بقى عندنا كثير وقت، بدنا ننتقل على الاستوديو عند جو مع سلام سنين فقرة اتيكات. بدوري مشاهدينا عن